السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الإخوان؟ لاباس عليكم؟ عواشر مباركة، كنتمنى تكونوا بخير وهناء وسعادة إن شاء الله يا رب. أول حاجة نصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم الإخوان جيتكم بواحد الشقة زوينة ما شاء الله تبارك الله، فيها تقريبا 6 ديال الشراجم. هذا هو المدخل ديال الشقة كيف ما كتشوفوا. البارطمة راه باقي ما مصلوحاش، راه يلاه داير لها مولاها لا موزيك وداكشي، باقي لها الصباغة ديال الدروج وديال الواجهة إن شاء الله. والدار تبارك الله مشمشة، كضرب فيها الشمس كتدخل لها حتى للداخل. هاي كيف ما كتشوفوا عندها هذا المريح. انا غادي نوريكم كل شيء بالتفصيل ان شاء الله، نقول لكم الموقع وكل شيء ان شاء الله، غير بقاو معايا ان شاء الله. اول حاجه راه الصالون راه مقابل مع هذا هو الصالون اللي كتشوفوا فيه جوج شراجم، وكاين بيت حداه بيت، وكاينه كوزينه. هذه هي الكوزينه حتى هي فيها جوج شراجم، يعني الدار تبارك الله مضويه ومشمشه من جوج جويه. كوزينه فيها تبارك الله كبيره، فيها تقريبا شي 4 متر ولا 3 متر ونص ديال الطول، والعرض فيها شي 2 متر تقريبا، ودير لها حتى داخل البوطاجي لتحت والبوطاجي الفوق. هذه بلاصة ديال الثلاجة، بالنسبة اللي بغى ياخدها راه غادي يصلحها على الذوق ديالو، طلع ان شاء الله زوينة، احسن ما ياخد الانسان وحدة مصلوحة ويعاود ما تعجبوش هاد الزليج، ما يعجبوش الغابس، ما يعجبوش بزاف ديال الحوايج. المهم هذا بلاصة ديال ماكينة الصابون راه دايزة ليها الماكينة، البلاصة ديال الماء دايز لها البارود والسخون، ومدوز لها الشوفو على برا. شيه بالنسبة للأخطاء اللي كيرتكبوها بعض الناس كيديروا الشوفو لداخل، راه كيكون خطر شوية، بالأخص ديال الغاز. هذا راه الماء ديال السخون والبارد. ودار البوطاجيرة تبارك الله داير على الكوزينة كاملة، شي كيف ما كتشوفوا راه مضوية، راه ما كاين لا بولا لا حتى حاجة، تقريبا نتيرا الربعة ديال العشية. يعني راه من الصباح، راه من 8 ديال الصباح حتى ل7 ديال العشية ما تحتاجش تشعل الضو. وكاين هادي حاشاكم هي الطواليط، وكاين هنا اللي بغا يدير لافابو ولا يدير شي مجر يدير فيه حاشاكم السبابط وداكشي، كيبقى راجع له. ولا بغيتي تكبر الطواليط راه تزيد هاد الحيط هنا، هي الطواليط اصلا راه كبيرة، فيها طواليط ودوش، ديز لها كلشي داكشي ديال الماء، راه دايز لها شي راه بلاصة الدوش. وهذا ديال روبيني داري، وكتحكم في الماء ديال السطح من تماك، تحل وتسد من تماك. يعني جميع الاحتياطات مديرة، والدار تبارك الله راه مبنية على الصح. هادي بلاصة البولا بالنسبة اللي بغا يدير مرايا. انا اللي بغا يزيد سدة راه غادي يزيدها، اللي بغا يخليها بلا سدة راه غادي يخليها بلا سدة. وملاصق معاها، ملاصق مع الصالون تبارك الله راه كبير، فيه شي 3 متر ونص على 3 متر تقريبا، فيه جوج شراجم. يعني الدار ما شاء الله راه مضوية، والمرطوب راه اللي معلم وداكشي راه يعرف راه مبنية على الصح، راه كيبان الانسان شي الشمس فين داخلة ما شاء الله. المهم هاد الدار راه فيها جيران الله يعمرها، دار هادشي اللي غير يد السيد صاحبي، غير فيها غير عائلة وحدة، ما فيهاش بزاف ديال الناس. باع السفلية، السيد اللي شرا السفلية راه كيصلح. هادي بلاصة ديال التلفازة والقابليات ديال الضوء وداكشي. المهم راه اللي غادي يجي غادي يبرونشي غير الخيط نيشان، راه مدوز الجعب ديالو وداكشي. كاين هاد المريح كيف ما كتشوفوا، كاين جوج بيوت ها وغادي نوريهم لكم حدا بعضياتهم. كاين هاد البيت بالنسبة اللي يبغى يديروا بيت الغلاس ولا بيت النعاس، كيبقى راجع لك حتى هو، راه مدوز ليه بلاصة ديال الخيط ديال على حساب التلفازة وداكشي. ماشي تجي تعاود تحفر من الاول، كلشي مهم دايز من المرة الاولى. بالنسبة للثمن ديال هاد الشقة 18 مليون ونص، وحتى الموقع ديالها راه زوين، راه قريب لها كلشي. بالنسبة للناس اللي كيتسولوني على البلاصة ديال هاد المشروع، هذا راه معروف مشروع ديال الاستفادة، راه كاين خارج على الدار البيضاء تقريبا بشي ربع ساعة، وخارج على السبيت اللي بشي 5 دقائق تقريبا. مشروع ديال الاستفادة راه كاين المرافق، المدارس، كاين السبيطار، الدنيا غدا وكتعمر. وهاد الأثمنة دابا الإخوان تقريبا راه غير حد دابا باقي الحي جديد وداكشي، راه غادي كل عام كتزاد تقريبا مليون في الثمن، وغادي كيقلالوا المواقع الزوينين. طوبيس راه قريب يدخل هاد الايامات، راه يقدر يدخل طوبيس كيطلع الثمن. المهم اللي بغى شي حاجه راه الرقم ديال مولا راه هو هذا اللي كيبان لكم في الشاشه، اتصل به مباشره. وبالنسبه للسطح راه عندك الربع ديالك في السطح، بالنسبه للسطح راه عندك الربع. والطاكسيه تقريبا اللي كيدخلوا للسبيت راه عندك تقريبا شي 10 دقائق على رجلك من هاد البلاصه. المدارس هما راه قراب شويه.
وهذا هو الدروج. والمهم إلا بغى شي حاجة يتصل بمولاها نيشان، وهذا هما المدارس اللي قلت لكم راه طور الإنجاز راه قريب إن شاء الله يقدروا يتحلوا هذا العام. كاينة ابتدائية وإعدادية وابتدائية واحدة أخرى تقريبا. أنا غندير بكم جولة خفيفة باش تعرفوا الموقع فين وصلت هاد الإصلاحات وهاد الشي. والشوارع ما شاء الله تبارك الله كبار، ماشي صغيورين ولا شي حاجة، يعني واخا كيتبنى مو بالمقابل معاك ما كيضرك عليك لا شمس لا والو. وهادو الديور ديال الموين ستوندين هادو اللي كيتباعو غاليين شوية، راه تا هما الناس بداو كيبنيو هنايا وداكشي. راه غادي الدنيا غادي وكتطور، الناس راه كيحطوا فلوس صحيحة. ان اللي باغي يغامر وكيقلب على المستقبل راه هادي هي الوقيتة قبل ما يغلى الثمن. وهادي راه مدرسة بريفي راه قريبة من الدار، تقريبا تقدر تحل هاد العام ان شاء الله. الله ييسر المولى تا هو مسكين، الله يعاونو، والله ييسر الامور لجميع المسلمين واللي كيتمنى الخير الله ييسر له الامور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.